انت عارف ان الشيطان ممكن يجي يقول لك تعالى صلي؟ ايوه فعلا ممكن يجي يقول لك تعالى صلي. عايز تعرف ازاي؟ تعالى انا اقول لك. الصلاه الاول بتبدا معاك ليفلات، مراحل، درجات. اول مرحله فيها الشيطان بيجي يقول لك ما تصليش. هتصلي ليه؟ اديك قاعد بقى انت بتتفرج على الماتش او المسلسل او قاعد ما بتعملش حاجه، لسه تقوم بقى بتتوضى وكده، كسل. فبتكسل. لما بتعدي المرحله دي بتوصل للمرحله اللي بعدها اللي هو انت بتصلي وكسرت الشيطان في المرحله الاولى، ده ليفل تاني، ليفل اعلى. بيبدا بقى يدخل لك في بعض الصلوات، المغرب والعشاء. مش لازم بقى المغرب والعشاء دلوقتي، يعني ابقى صليهم في البيت لما تروح دماغك تقلت، خش على السرير نام وربنا غفور رحيم. لما بتعدي مرحله المغرب والعشاء وبتصليها في وقتها، بيدخل لك من حته ثالثه، صلاه الفجر. دايما بيدخل لك في صلاه الفجر يقول لك نام، رايح جسمك، عندك شغل الصبح. او يجي قبل الفجر بنص ساعه وانت قاعد مصحصح حواليك من فنجان، قبل الفجر بنص ساعه تلاقي عينك غمضت قفلت لوحدها كده وعايز تنام ودماغك تقلت، يقول لك نام يا عم ربنا غفور رحيم. لما بتعدي مرحله صلاه الفجر وتلتزم فيها وانت خلاص كده بقيت راجل ملتزم وبتصلي، الشيطان بيبدا يستعد لك استعداد تاني خالص، ده ليفل اعلى، ده مستوى تاني، مستوى اعلى بكتير من المستويات اللي فاتت دي. فبيبدا يدخل لك من داخله الوسواس القهري، اللي هو انت لسه مصلي الظهر ومخلص، يجي يقعد يوسوس لك يقول لك الصلاه دي مش مقبوله، انت اكيد انت وبتصلي في حاجه طلعت منك، انت دماغك سرحت، الصلاه دي مش كويسه، صليها تاني، صلي الظهر تاني، صلي العصر تاني، صلي المغرب تاني، صلي العشاء تاني. بيعمل كده ليه؟ عشان يتقل عليك الصلاه ويتقل عليك الفرض ويزهقك. فانت تعمل ايه بقى؟ تقفل الباب ده من بابه. صليت الحمد لله صليت، اقفل الباب ده من بابه، ما تمشيش ورا الشيطان وتقعد تعيد وتزيد، لان انت كده بتديله مساحه. اقفل عليه. سلام.